بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالإخوان والأخوات متتبعي قناة مفاتيح تاريخية. في هذه الحلقة اللي غنكملوا منها الحديث دائما على أزمة الماء، تدبير الماء، ترشيد تصريف المياه، السياسة اللي اتخذتها الحكومة في تدبير هذه النعمة اللي ربما إذا ما تهليناش فيها وما رديناش بالنا معها غتستمر وغادي تكرس وغادي تولي الناس كتساقط صرعى عطشا. قيمة الماء ما معاش الضحك. ثمن الماء غالي وغالي بزاف لأنه مرتبط بالروح. وجعلنا من الماء كل شيء حي. كما وعدتكم رجعت للتاريخ ورجعت للتأصيل ديال التاريخ ورجعت للتأصيل ديال سياسة تدبير وترشيد الماء في المغرب. وقفت على رسائل مع السلطان مولاي الحسن الأول باش تعرفوا العلويين كانوا رحماء وكرماء وزعماء وفهماء وعارفين اش كيديروا. الرسالة ديال السلطان مولاي الحسن الأول تيصيفطها للباشا ديال فاس عبد الله بن أحمد البخاري، اللي تتضمن تضرر سكان عدوى الأندلس من قلة الماء. الرسالة محرة سنة 1880. علم السلطان مولاي الحسن على أن ماء ديال واد الجواهر اللي كتسقى الأحياء ديال العدوى ديال الأندلس فاس قل الجريان ديالو بسبب عدم توازن المشارب تغرى ولا الفم ديال القوادس بالعامية من حيث التوزيع ديالو ولا من حيث التصرفات التعسفية من طرف أصحاب الأرحاء اللي عنده شي رحى ولا الملاك ديال البساتين من جهة أخرى. وهادشي كنعيشوه حنا. عندنا ناس لاباس عليهم مسك عليهم الله صريف المياه بالجرة ديال نعم سيدي، بالتعمار ديال البيسين وبالغسل ديال السيارات والماء مهرق. وحنا كنشوفوا هذه النعمة اللي أصبحت اليوم عملة صعبة فاقت الدولار وفاقت الأورو ولا الين. ولكن لا بد من الوقوف على الخلال ونعطيو النصيحة العلمية. تشكوا الناس حتى تحس على أنهم تضرروا من انقطاعه عن الديور ديالهم والمساجد ديالهم والحمامات ديالهم والسقايات العمومية. راه كانت عندنا سقايات عمومية اللي أصبحت كنا كندوزو غير في السويقة في المدينة العتيقة في المغرب، في الرباط ولا في فاس ولا في مكناس ولا في أي مدينة. شوفوا الرونق ديال السقاية بداك الجريان ديال الماء العذب سلسبيل. وكتب السلطان رسالة إلى العامل ديالو على فاس الباشا عبد الله بن أحمد البخاري كيستنكر فيها تهور الناس من هذه النعمة كيفاش كيستغلوها. وقال لي على أنني غادي نرسل جوج من الخدام ديالي باش يوقفوا في عين المكان، وقال ليه صلح الخلل ورد المياه إلى مجاريها. وبين ليه قال ليه بين لي السبب على سكتي على هذا المنكر وعدم العلاج ديالو مادام انه من الواجبات ديالك حنا معينينك عامل على فاس على ود هذه القضيه. وكتكون رساله ديال السلطان مهمه كيقول فيها: وبعد بلغنا ان اهل عدوى فاس في غايه الحرج والمشقه والعنت من جهه طرف مائهم لسقي الجنات والارحاء، حتى انه انقطع بسبب ذلك عن ديار بعضهم ومساجدهم والحمامات ديالهم التي قوادسها عالية في الواد لا يصلها الماء إلا إذا كان الوادي ممتلئا، وعن باقيها. وهذا لا ينبغي السكوت عليه. سمعون، لا ينبغي السكوت كما دار محمد السادس الله ينصره والله يعزه ويرفع قدره. وعرف الخلل فين كاين ديال الماء وعطى التوجيهات الساميه. افيقوا المغاربه من القلبه،
هاد النعمة راه ولات ناقصة، راه ولينا كنعانيو. السدود ما امتلأتش، هادي 4 سنين والسما غضبانة، والسما فيها كل خير، ولكن أين هو الماء؟ منين غتجيبو؟ غتجرو القوانص من البحر، شحال تخلص عليه؟ فين المعامل ديالو؟ ويتعين جزر اللي كيديروا هذه الفعله والكفاف على هذه الافعال لما فيه من الاضرار بالناس وتعطيل المرافق ديالهم، ولم يكن فيه الاضرار بهم الا تعطيل المساجد ديالهم. والصلاه باش توضا دخلتي للمسجد وما لقيتيش الماء، وفي الحمامات، وفكروا معايا دابا حنا هادشي كلشي عندنا في الدار، روبيني كدير طف تيشعل عندك، ها الاحمر ها الازرق ها السخون ها البارد، ها والماء ولا عندنا جاري في الباديه وفي المدينه بحال بحال واخا. والناس غير ديال الصحراء المغربيه، انا ملي كنت كنمشي كنهبط في الثمانينات كنا كنوحلو في الماء. شوف كيفاش السياسه الرشيده ديال سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه وديال الابن البار سيدنا الله ينصرو، دابا في الداخله في العرقوب في القرقارات تحل الروبيني كاين الماء الحلو، الماء الحلو كنا كنشربوه في الثمانينات وكتحس به ملوحه. وقال لي على ان الناس تعطلات الصلاه ديالهم في المساجد ديالهم باش يتوضاو، وفي الحمامات ديالهم باش يغتسلوا التي هي قيام دينهم. وقد وجهنا حاملاي وصيفنا البشير الحبشي والكاتب ديالنا الطالب الحسين بوعشرين باش يوقفوا على هذا الخلل. وكان امروك السي العامل باش توجه معهم ارباب البصر. شكون هما ارباب البصر؟ هما الخبراء كي كنقولوا بالدارجه ديالنا دابا لي تكنيسيان، باش يعرفوا الخلل فين كاين، باش يشاهدوا ويوقفوا على الخلل، وان صح فقم على ساق الجد في نقده والضرب على ايدي المترامين عليه، وبادر لسد الطاقات التي ينهب منها الرحوية الماء، وبين لنا موجب سكوتك عن هذا وعدم تغييرك لهذا المنكر وإعلامك به لجنابنا العالي بالله. هذه رسالة خطيرة سنة 1880، وكتجي الرسالة ديال العامل ديال فاس السلطان مولاي الحسن الأول، وتيقول فيها: ليعلم مولانا نصره الله وأعزه وأيده وكان له وتولاه، لقد ورد علي كتاب شريف وخطاب منيف في شأن ما بلغ سيدي أسمه الله من صرف الماء أهل عدوة فاس لسقي الجنات والأراحي ونحو ذلك، حتى أفضى ذلك إلى تعطيل المساجد والحمامات التي بها منوط قيام دينهم. وأمر سيدي بالمبادرة إلى توجيه أرباب البصر يعني الخبراء صحبة صاحبي سيدي كاتبه ووصفه حتى يقف الجميع على مسالك الماء المذكور وتنقض ما ثبت من ذلك ونزجر فاعله ونعلم بموجب سكوت عن ذلك. فبنفس ورود الأمر الشريف علي بادرت إلى الامتثال وأحضرت أرباب البصر والعدول وأعيان أهل العدوى، ووجهت للجميع صحبة صاحبي سيدنا المشار إليهما باش كان ينطوف الجميع يدور بالمسالك ديال الماء المذكور، وقيدت الأماكن اللي تضرر منها أهل العدوى وطالبوا إصلاحها حسب ما تضمنه التقييد الواصل لسيدنا ولجنابه العالي بالله. ولما تسارعنا لتنفيذ الأمر الشريف أعز الله ورد علينا أهل الأندلس اللمطيون ذاكرين أن أول أمور التي طلب أهل العدوى تغييرها إحداث أمر
بمحل قسمة الماء النازل لكافة أهل فاس، وفي ذلك ضرر عظيم عليهم، لأن الحالة الراهنة التي عليها القسمة الآن مبنية على أساس شرعي حسب ما تشهد كل الرسوم التي بأيديهم على يد القاضي مولاي عبد الهادي، وأمضى ذلك مولانا المقدس الأكبر، وعلى سنن ذلك أقر قدس الله ثراه، وقد ذكروا أن الأيادي تخوض في ذلك من لدن مولانا إسماعيل إلى الآن، وتعين علي حينئذ أن أنهي ما ذكر لعلم مولانا أعزه الله قبل الشروع في الفصل، وما أمر به مولانا من تبيين وجه سكوتي على ما بلغ العلم الشريف أسمه الله. فليعلم سيدي أن أهل العدوى المذكورين جاعلون وفاعلون بتتبع مسالك الماء النازل إليهم من أول القسمة مع غيرهم إلى أن يصل إلى ديارهم، ومن وظيفة البحث في مصالح وضدها، والذي من شأنه أن أثبت للأعتاب الشريفة كغيري من العمال، وأن أنفذ ما بلغني من هذه المفاسد المحدثة كالكلام مع الرحوية والمكلفين بالوقوف على قسمة الماء. أنا عند الأوامر ديال سيدنا نمتثل لها، نوقف مع أصحاب الرحى ومع أصحاب البساتين والجنات. هكذا كانوا العلويين على الماء حريصين على النعمة ديال سيدي ربي، وإحنا اليوم تنعيشوها، إحنا اليوم كنسمعوا. هذا نداء تاريخي، هذا نداء تاريخي مذكور عندنا في الكتب، والناس باوتنا وجدودنا والملوكنا عرفوا هذه النعمة شحال غالية شحال كتسوى، ردوا بالنا منها ونضامنوا كاملين باش تفوت الأزمة ديال الجفاف، ونطلبوا الله في الدعاء ديالنا. شوفوا مولاي الحسن قال العامل ديالو قلة الماء غادي تعطل الصلاة قيام دينه، ما يتوضاش وبغى يمشي للحمام يغتسل ما كاينش الماء. نعمة كبيرة، والله ينصر سيدنا ويدوم عنا الأفضل ديالو والكرامات العلمية والدينية ديالو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.